جينا لكم النهارده في حلقه جديده، ومش زي اي حلقه، لا ده احنا جينا لكم في حلقه من الموسم الجديد، وهو تشكيل النادي الاهلي للموسم الجديد. طبعا وسام ابو علي هنطلعه من بدايه الموسم الجديد، واحمد عبد القادر. هنبدا بمين بقى في حراسه المرمى مع بعضينا؟ يلا بينا. حراسه المرمى طبعا معانا هيكون محمد الشناوي. عندنا لاعبين في مكان واحد، يعني زي المدافعين، عندنا كذا مدافع، عندنا في الاهلي حوالي 6 مدافعين. عندنا ياسين مرعي اللاعب اللي جاي جديد. طبعا هنبدا بمين في السردي باك؟ عندنا لاعب ما ينفعش نحط ياسر ابراهيم وياسين مرعي، لان ياسين مرعي بيلعب كوره حلو وياسر ابراهيم بيلعب كوره بشراسه. بس المشكله في ياسر ابراهيم قصير، نفسه طول تقريبا نفسه طول ياسين مرعي، فما ينفعش اتنين قصيرين اي كوره طوليه هتعدي. فاحنا لازم هنحط اشرف داري، وفي الجنب الثاني ياسين مرعي. يبقى احنا عندنا في قلب الدفاع اتنين، هو ياسين مرعي لانه بيعرف يبني اللعب كويس جدا جدا جدا. ياسين مرعي كده معانا، ومعانا جنبيه اشرف داري. هنبدا بمين تاني بعديه؟ هنبدا بمحمد هاني، وهو باك رايت. محمد هاني باك رايت مفيش غيره في النادي الاهلي، فهو اساسي. ممكن نحط بعديه لو اتصاب او جراله حاجه، هنحط بعديه كريم فؤاد، لان كريم فؤاد رجع خلاص وهيبدا في التشكيل بدايه من الموسم الجديد. معانا باك ليفت، وهو الوافد الجديد للنادي الاهلي وبديل علي معلول اللي عملنا عنه حلقه، لو انت ما شفتهاش خش على القناه وتشوفها اول حلقه بعد الحلقه دي. هو محمد شكري. محمد شكري طبعا هو افضل باك ليفت في مصر حاليا. افضل باك ليفت في مصر حاليا هو محمد شكري، فيستاهل يكون في الاهلي ويلعب في التشكيله الاساسيه، لانه برضه في الاهلي هو افضل باك ليفت ومفيش غيره. هنروح لاليو ديانج. اليو ديانج طبعا بيلعب مكانه هو مروان عطيه. مروان عطيه عامل عمليه، فهيقعد حوالي شهرين عبال ما يرجع للنادي الاهلي. فالنادي الاهلي قال لك اليو ديانج ليس للبيع، فاليو ديانج هيكون اساسي في التشكيله الاساسيه لان المدرب مقتنع بيه. عندنا امام عاشور. امام عاشور هيبدا من الموسم الجديد. امام عاشور هيبدا معانا الموسم الجديد، وجنبيه محمد علي بن رمضان. مش جنبيه بس محمد علي بن رمضان، لان محمد علي بن رمضان هيغطي المساحه اللي امام عاشور هيسيبها وراه. امام عاشور هيسيب مساحات كبيره وراه، لانه هيبقى واخد راحته في الهجوم، لانه وراه اليو ديانج ومحمد علي بن رمضان. محمد علي بن رمضان هيلعب مركز 10 او مركز 8. محمد علي بن رمضان هيلعب مركز 8، امام عاشور هيلعب مركز 10. وراهم هيغطي اليو ديانج هيلعب مركز 6 ديفندر. هنروح بعد ما خلصنا خط النص كده، قلنا في حراسه المرمى معانا محمد الشناوي، محمد هاني. في الدفاع باك رايت معانا في الدفاع ياسين مرعي، جنبيه اشرف داري، محمد شكري. هنروح لخط النص وقلنا فيه اليو ديانج، جنب اليو ديانج امام عاشور، محمد علي بن رمضان. نروح للمثلث الرعب وهو خط الهجوم. خط الهجوم معانا فيه زيزو طبعا هو الجناح اليمين الاساسي للنادي الاهلي في ظل تراجع مستوى حسين الشحات. لو حسين الشحات عايز ينافس فهيرجع بمستواه. قلنا زيزو هيلعب جناح يمين طبعا بدون اي كلام. تريزيجيه جناح شمال. تريزيجيه زي ما احنا كنا شايفينه في كاس العالم، ما كناش مستنيين متوقعين، حتى لو اداء النادي الاهلي نزل بعد اصابه امام عاشور كنا متوقعين ان تريزيجيه هو اللي هيشيل الفرقه، لكن تريزيجيه ما عملش كده خالص. تريزيجيه كان كل همه مصلحته، لكن ان شاء الله في بدايه الموسم الجديد يرجع لنا تريزيجيه اللي احنا عارفينه واللي احنا عايزينه. عندنا في خط الهجوم بعد ما مشي وسام ابو علي عندنا 2 لاعبين، هو محمد شريف وجريدي شار. الجاهز طبعا دلوقتي هو جريدي شار، مع ان محمد شريف لاعب حلو، لكن محمد شريف جاي لك من موسم ما لعبش يجي 5 ماتشات على بعض وما سجلش يجي 3 اجوان بالموسم اللي فات كله. فاللي عندنا اللاعب اللي جاهز وهو جريدي شار. كده خلصنا تشكيله النادي الاهلي. قول لي التشكيله دي هي اللي هيبدا بيها النادي الاهلي، وما تنساش الاشتراك في القناه وتعمل لايك. وقول لي لو انت عايز نعمل تشكيله لنادي الزمالك بدايه الموسم الجديد، اعمل لايك واشترك واكتب في التعليقات، وما تنساش المتابعه. السلام عليكم.